أعزائي المشاهدين، لقد اتضح أمام الرأي العام في مصر جيدا أن تعديلات قانون الرياضة الجديد لم تكن مؤامرة من الدولة ضد مؤسسة رياضية بعينها أو لإقصاء رئيس أحد الأندية بالذات، وإنما جاءت لتتفق مع رؤية الدولة المصرية في تحرير الاستثمار الرياضي بعيدا عن خصخصة الأندية المصرية والنيل من استقرارها. فقد جاءت تعديلات قانون الرياضة الجديد بعد دراسات قامت بها الحكومة المصرية مع الجهات المعنية واللجنة الأولمبية الدولية بالشكل الذي يتفق مع الجمهورية الجديدة ويتسق مع توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤيته لما بعد أولمبياد باريس. لقد لاحظنا قيام رئيس المنظومة الإعلامية لأحد الأندية الجماهيرية الشهيرة بشن حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة مستغلا شعبية ناديه لتصوير أن تلك التعديلات إنما جاءت للنيل من المؤسسة الرياضية التي ينتمي إليها ولإقصاء رئيسها. لذلك نطالب بمحاسبة رئيس تلك المنظمة الرياضية، ليس فقط بمجرد تكذيب الشائعات التي كان يروجها، وإنما اتخاذ الإجراءات التي تحذر كل من يسول له نفسه ترويج الإشاعات والنيل من استقرار الدولة المصرية والتشكيك في متخذ القرار. كما نطالب رئيس هذا النادي الشهير باتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة ضد المنظومة الإعلامية البلدية التي روجت لشهور طويلة إلى أن قانون الرياضة يهدف إلى هز استقرار النادي وإقصاء نادي. من مدينة المنصورة عروس النيل، تقبل تحياتي ياسر عبد الرزاق.